مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من برنامجكم اخبار الفن والابداع. نستضيف المبدع الاصيل سيدي نور الدين بن شقرون. اهلا وسهلا بك سيدي بن شقرون. المسار ديالك حافل بالانجازات والابداعات، اللهم بارك. غادي تعطينا واحد النبذه مقتضبه حول هاد الانجازات ديالك والابداعات ديالك. كما تعرفون فأنا ابن مدينة مراكش، رعرعت داخل السور ما بين أزقة المدينة القديمة وساحة جامع فنا. وكما تعرفون أن ساحة جامع فنا فهي مدرسة شعبية بامتياز، تدوز من حلقة لحلقة، تسمع كل واحد تعطيك شوية ما بين بن فايدة والشرقاوي الله يرحمهم، تدوز عند مولاي الشريف، تدوز عند كل حلقة وإلا تشدنا شوية. هادشي كله بتخبي على الوالدين، لأنه في ذلك الوقت باش دوز جامع فنا كان شوية باش هي كانوا تيمنعونا الدار، ولكن ما بين المدرسة وبين الدار بدات تسرق من بعد الكلمات في جامع فنا، وداك الشيء درنا معاه. إذن هذاك الرصيد حيت وصلتي للتقاعد بعد 60 سنة لقيتي راسك على أنه جمع واحد الرصيد من الكلام اللي حتى يجي عفويا بلا ما تفكر به. كذلك إنسان حتى يكبر داخل الأسرة الكبيرة ما بين العمة والجدة والخالة، وكل وحدة تعطيك كلمة، ودوك الكلمات تيكون لك واحد الخزان داخلي اللي تيدخل في اللاشعور. أتذكر جدة الله يرحمها، هي كبرت هنا في مراكش، ولكن جات من فاس في سن 9 سنوات وتزوجت جدي الله يرحمه، ورغم ذلك بقات عندها ديك الكنافسية. وكانت رحمها الله كل مرة فوق ما بغات تقول لنا شي حاجة وإلا تقولها على شكل مثلى، حتى لا بغيت تجي حتى لا كان بغات تجي معاك بهاد الأمة هكا، بغاتك تسخر ليها ولا تقوم ليها بشي شغل، تقول لك سير الله يرقي عليك حليب. مسائل اللي كبرنا معها، وكيف قلت لك تكون عندنا واحد الخزان. إذن بديت نكتب مواضيع، بديت ما تهضر على مولاة الشاكوش، تنهضر على التليجة في دم غزال، تنهضر على الزريقة الحقيقية، والزريقة أقصد بها 200 درهم، تنتكلم على مواضيع شتى. وبدات يختمر هذه الفكرة بدات تختمر على أنه لقيت إقبال على صفحات الفيسبوك من طرف أصدقاء، وبدات تكبر القضية، تقول لي أنه راه تكتب شي حاجة. قلت لهم يمكن. من بعد بديت تنحاول ننظم ما أكتب، وبديت تنقرا لبعض الزجالين اللي هما متمكنين وتنحاول نستافد. إذن بديت ننوع شوية وتنحاول نتقدم شوية في الرجال. هكا كتبت قصيدة المهراز، كتبت قصيدة سوق الكلام، وقصائد أخرى عدة كما قلت، أعالج فيها مواضيع مجتمعية آنية، وهذا هو المهم، لأنه بالنسبة لي الزجال إلا ما كانش تيخدم المجتمع، نعم تيبقى زجال ديال الحب وديال الجمال والعشق إلى آخره، ولكن أنا بالنسبة لي هي الزجاجة بالنسبة لي رسالة، كل قطعة وإلا فيها رسالة معينة اللي تساهم بها الإنسان في تقدم هذا المجتمع وفي النماء هذا المجتمع. هذا علما
ونفتح واحد القوس على أنه أنا أكتب كثيرا باللغة الفرنسية ولي علاقة وثيقة مع لغة موليير من خلال قصص كتبتها، قصص فيها نوع من النوستالجيا. كتبت على زلزال أكادير وما عانته الأسرة في زلزال أكادير، لأنه أنا من الناجين من زلزال أكادير سنة 1960. كيفاش كانت عندي عام ونص، وكيفاش عاودت لي الوالدة وعاود لي الوالد الله يرحمه كيفاش نجينا من هذيك الكارثة. هذاك سميتو اون فامي دون لو درام. من بعد كتبت على درجتي وهو ذاك الرياض الكبير اللي كان تيجمع الأسرة الكبيرة، واللي مشى في ظروف معينة بعد الوفاة ديال جدي رحمه الله، وجاو حازوا الأجانب وتندوز قدام الرياض وتنتفكر هذاك الشيء، تجيني واحد الغصة، وكتبت على ديك النوستالجيا وعلى ديك الغصة سميتها الدار الكبيرة. من بعد تكلمت على البراكة وهي قصة البداية ديالي الأولى في تعلم لغة موليير. كنت أعمل مع خالي رحمه الله في واحد الكشك اللي بايع وكراء الكتب باللغة الفرنسية، منها لي بون ديسيني، منها بزاف. وتزامنت هذه مع قضايا وطنية راني حكيتها في قصة لوكيوسك، سميتها لوكيوسك. وهناك قصص أخرى باللغة الفرنسية إن شاء الله سأحاول جمعها في كتيب ونشرها. هذا وأكتب كذلك الشعر باللغة الفرنسية، فلي قصائد عندي دابا 45 قطعة شعرية هي في طور الطباعة، وسيخرج ديوان إن شاء الله في القريب العاجل. الديوان تحت عنوان لو فولكان دو لا ريزون، بركان الحكمة. كذلك هناك أكتب مقالات في جريدة إلكترونية كل أسبوع، أحلل فيها المواضيع السياسية والاجتماعية، وربما نجمع إن شاء الله في القريب العاجل هي لإصدار كتاب. في الأيام الأخيرة كان توقيع زجلي تحت عنوان المهراز. كما نعلم أن لكل ديوان زجلي حكاية، نريد أن نعرف حكاية هذا الديوان الزجلي. سيدي نقطة. تنشكر بزاف المدير ديال دار الشباب اللي تاح لنا الفرصة ووفر لنا كل الظروف، وتنشكر الأخ عبيد ريس مرة أخرى اللي تنقل لي على أنه لولاه ما خرج هذا المولود الجديد إلى حيز الوجود. وتنشكر مطبعة شكور. من ناحية التوقيع كان هناك حضور مكثف، في الحقيقة كان هناك حضور مكثف بمعية إخوان اللي هما جاو يقدموا الشهادة ديالهم والقراءة ديالهم لديوان المهراز. فهناك كان الحاج موسى مليح، وهو أديب روائي وناقد، رغم أنه ما تبغيش يسمع أنه ناقد، ولكن ناقد من الدرجة الممتازة. وكان هناك الأديب القاص الأستاذ حميد اليوسفي، وكانت الأخت لالا نزهة وهي زجالة شاعرة ومبدعة، لالا نزهة رصين. كما كان هناك الأخ الأستاذ محمد نشوان وهو قاص، والزجال والباحث في التراث الأخ عبد الله الخفيري، إلى جانب الفنان المبدع الرائع عزيز بعلي. هناك كذلك الزجال المبدع محمد الإدريسي. سيدي نور الدين،
نشكرك على تلبية الدعوة والمشاركة ديالك في هذا البرنامج ديال أخبار الفن والإبداع. في الحقيقة قضينا معك أوقات ممتعة، وكنتمنى إن شاء الله نتلاقاو في لقاءات أخرى إن شاء الله بحول الله. ما تخبرش علينا سي نور الدين. إن شاء الله. شكرا. توعدنا إن شاء الله. إن شاء الله لقاء. شكرا الأخ عبير. مرحبا وألف مرحبا. شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، شكرا على تتبعكم. نلتقي في حلقة فنية وثقافية إن شاء الله مستقبلا. إلى اللقاء.